بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سعيد اللقاء معكم في هذا اللقاء. كما يشرفني أن ألتقي بكم لهذه المناسبة التي تجمع بين عيد المسيرة الخضراء الذكرى الخمسون وكذلك عيد الوحدة. وهذه المحطة أقول أنها لا تقتصر فقط على التواريخ فقط، بل هي رسائل للوفاء، رسائل للاستثمار، ورسائل للاستمرار، ورسائل كذلك للوفاء وليس بهذا الوطن العزيز. فحضرات السيدات والسادة، كما قلت هذه سعيد كذلك المشاركة معكم في هذه الندوة، والمنظمة بشراكة بين جمعية الصوت المستقبل وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. هذه الكلية جد نشيطة في جميع المناظرات، ونشكر من هذا المنبر جميع الأساتذة الذين يواكبون الطلبة ويساهمون في ترشيد هذا الإقليم السعيد. والعنوان لهذه الندوة هو من المسيرة الخضراء إلى عيد الوحدة، مسيرة مستمرة من التحرير إلى البناء. وهذه كذلك مناسبة وطنية غالية نستحضر من خلالها وبأسمى معاني الفخر والاعتزاز كل المحطات المجيدة التي مرت منها البلاد، وكذلك التاريخ الذي سجل براع من الفخر والاعتزاز كل هذه المسيرة. فتخليدا لهذه الذكريات المجيدة والتي لا تمثل فقط فرصة للتأمل في أمجاد الماضي، بل هي أيضا دعوة للاستمرار وكذلك للالتزام بروح الوطنية والعمل الجاد من أجل بناء مغرب قوي، مغرب متزن، مغرب ديمقراطي، مغرب متقدم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياداه. وبهذه الروح نؤكد لكم أننا كذلك هنا بالإقليم نرسخ هذه الثقافة، ثقافة التواصل، ثقافة التواصل الخدمة، ونفتح كذلك آفاق جديدة للاستثمار وآفاق جديدة للتنمية، وكذلك ليبقى هذا الوطن موحدا وهذا الوطن قويا. فأغتنم كذلك هذه المناسبة لأثمن عاليا مثل هذه المبادرات الفكرية والتي تعزز قيم المواطنة وتربط بين الجامعة وتربط كذلك بين المجتمع المدني، وتسهم في ترسيخ كل الوعي التاريخي لدى الأجيال القادمة والأجيال الصاعدة. فوفقنا الله جميعا لما فيه خير هذا الوطن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياداه وحفظه بما حفظ به الدين الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انضم لنا الآن واشترك في القناة للحصول على صدى أخبار مملكتنا.